اليوم في كلمة رئيس الأركان الجزائري شنقريحة تحدث عما سماه بالتكفل السيادي لمشاكل القارة الأفريقية، وهو يرى المقاربة الجزائرية لمشاكل الشرق الأوسط والقارة الأفريقية حسب هذا التعبير المنحوت أخيرا. هذا كان في الدورة 11 بالنسبة لندوة الأمن الدولي بموسكو، وقد حاضر عن بعد وهو يتحدث عن مشاكل القارة الأفريقية، موردا أن الشرعية الدولية جزء أساسي في هذه المعادلة، لكن كل هذا يراه الغرب بمثابة هامش مناورة حقيقي بالنسبة للجيش الجزائري في هذه الظرفية التي زار فيها رئيس أركان هذا الجيش روسيا قبل أسبوعين. وواضح جدا أن هناك تفاصيل عديدة بين وزير الدفاع والرئيس وما بين رئيس الأركان في زيارتهما إلى موسكو، مما جعل الوضع استراتيجيا في هذه العلاقة. لكن الآن وفي القراءة الغربية فإن الدولة المجهولة والتي قادت طلبية السخوي 57 وأيضا بالنسبة للدفاعات الجوية وتطويرات عديدة ضمنها العمل على المروحية ك52A، وأيضا على صعيد الدفاعات الجوية في تياس، وأيضا بانسير S1M، فيما الكل يتحدث الآن عن الإيليوشن 76 MD90A. ومعلوم أن الجزائر لديها في هذا الصدد 3 طائرات من الإليوشن 76 MD و9 من 76 TD، والآن تطلب MD90A، وهذا تطور شديد الأهمية. لكن فرقاطة المشروع 22356 وأيضا راجمات طاس 2 هي التي أربكت الغرب، ولم يتحدث أي طرف عن مثل هذه الصفقة المتكاملة والتي تصل في طلبيات هذه الشركة إلى حدود 50 مليار لهذه السنة. مهم جدا الآن أن هناك مشتري مجهول للسخوي 57 في أفريقيا، وعندما نعود مباشرة إلى موقع الشركة سوبورن اكسبورتس كما تلاحظون أمامكم، سنجد وبشكل واضح أن اسم الجزائر لا وجود له في كل أفريقيا. سنجد جميع الدول التي تتعاطى وتتعامل مع السلعة التسليحية الروسية، ولكن من دون ذكر الجزائر. وهذا هو التطور الاستثنائي، إذ حذف اسم الجزائر من اللائحة وأصبح هو المعروف المجهول على الأقل بالنسبة للجميع، إذ نجد أمامنا في اللائحة أنغولا، مصر، أوغندا، أثيوبيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا ومالي، ولا وجود للجزائر رسميا. فيما يرى الأفارقة وهم الذين يعتبرون الجزائر بمثابة الحليف الرئيس لموسكو يرون أن شوغاياف زار لثالث مرة الجزائر في 15 شهرا. معنى ذلك أن ما كان في مارس ونوفمبر 2022 وأيضا في يونيو، كل هذا يكشف إلى أبعد مدى أننا أمام شراكة استراتيجية إلى أبعد حد. هذا كان واضحا في زيارة وزير الدفاع والرئيس، لأن الرئيس الجزائري هو وزير الدفاع، وبالتالي فإن ما جرى من اتفاقيات وتفاهمات ما بين بوتين وما بين الرئيس الجزائري وكانت خطوات هامة جدا. اليوم هناك ما يثبت ما هي هذه الطلبات الجزائرية، لأن جدول الشركة اليوم يوضح السخوي 57A اكسبورت الموجهة للتصدير من جهة، وموجهة أساسا إلى الأفارقة. لا وجود لأي دولة في هذه اللائحة طلبت السخوي 57 رسميا سوى الجزائر ب14 طائرة
هذا أمر معلوم. إذا بالنسبة للسخاي 57 الآن، وأمام الطلب الوحيد في أفريقيا، ولأن كل اللائحة ليس هناك طلبا سابقا بخصوص السخاي 57، ولوجود أساسا ما سمي بمشروع الطائرة التي قد تلتحق جنوب أفريقيا بمشاريع أخرى. وهنا لا بد من التذكير أن مفاوضات تجري الآن ما بين جنوب أفريقيا وما بين بريطانيا للإشارة فقط، وهذا أمر بين قوسين تحت السرية، لأن الآن آيساكس هي التي تباشر هذه المفاوضات. فإن هناك جولتين من المفاوضات لصالح ما سمي بالطائرة المشتركة اليابانية البريطانية والمملكة المتحدة. بريطانيا تسعى إلى إشراك كل من تركيا وجنوب أفريقيا، مما يجعل جنوب أفريقيا بعيدة ولديها مشروعها الخاص، ومن ثم هناك اقتراح أساسا بالنسبة للمشاركة. أيضا بالنسبة لتركيا هذا أمر معلوم. في الاتجاه الآخر هناك نيجيريا، ونيجيريا لديها صفقة مع الصين. معنى ذلك أن هذه اللائحة روسو برون اكسبورت ليس فيها سوى الجزائر. هذا هو الأمر المؤكد. أولا هذه الدولة مجهولة لأنها ليست في اللائحة، وفي نفس الوقت فإن الدولة الأفريقية الوحيدة التي لديها الرغبة هي الجزائر. إذا أمامنا هذا الوضوح بالنسبة للسخوي 57. والسخوي 57 يكتب الكونغرس بشأنها بأنها طائرة لن تكون مزودة بشكل كامل بكامل التقنيات، يعني تقنيات المتقدمة أو التقنيات الإلكترونية للطيران، هذه التقنيات لن تكون موجهة بشكل كامل في النسخة التصديرية. هذا على الأقل حسب الكونغرس الأمريكي مما يجعل تجاوز هذه الصفقة وعدم خلق أزمة باتجاهها أمرا واردا. المسألة الثانية تتعلق بالآس 350، وهذه المنظومة ظهرت في الجزائر والآن فيه إضافة، يعني أن الأمر يتعلق بإضافة لل 350، وتحاول التركيز الآن أمام ما سمي بالأداء العالي للآس 350. ولماذا؟ لأنه بشكل أوتوماتيكيا يطلق صواريخه، يعني الأمر لا يتعلق كما في حالة الآس 300 والآس 400 بإدارة هذه الدفاعات. هناك طريقة أوتوماتيكية بالنسبة لل 350، وهذا أمر مؤكد سبق أن أشرنا إليه، مما يجعل هذه الصفقة مؤكدة على صعيد الدفاعات الجوية لل 350. إذا هذا أمر مؤكد. بقي الحال على الإليوشن 76 AMD 90A، والواضح أنه منذ 12 من أكتوبر 2012 كانت هذه النسخة، وهذه النسخة طلبتها الجزائر، ولديها كما ذكرنا 3 و9 من التي دي والام دي من ال76. الآن لدينا تطوير آخر ومهم جدا هو ال90 والA 90A من نفس الطراز. هذا يضعنا أمام إليوشن للنقل الجوي، وهذا مهم جدا بالنسبة للجيش الجزائري في الوصول إلى كامل الحدود في الجنوب أمام جبهات مشتعلة كحالة ليبيا التي اشتعلت أخيرا، وأيضا بالنسبة لمالي وكل هذه المناطق المشتعلة حول الجزائر. إذا أمامنا هذا النقل الضروري، وهذا أمر مدعوم أيضا من طرف الغرب، إذ لوجستيك النقل والانتشار السريع هذا أمر محبوب لدى الجميع. إذا ليس هناك سوى السخوي 57 التي أثارت ما أثارت. وعندما تأكد بالنسبة للكونغرس الأمريكي أن هذه الصفقة ماضية ولا يمكن إثارة اللغط عليها، لأن هناك أساسا ذكاء الفصل ما بين الآس 400 والسخوي 57، فأصبحت الدفاعات الجوية في ال 350 وال400 موجودة أساسا وعززت،
وهذا أمر معلوم، ولكنها عززت لأنها موجودة أصلا. ورغم المناورات ومحاولة ضرب الآس 400 في مناورات الأسد الأفريقي، وأيضا من خلال ما كان من الآس 400 مع تركيا، فأمر أمريكا مع الآس 400 تجوز الآن. إذا بالنسبة للآس 400 أمر متجاوز. بالنسبة لل 350 بطريقة أوتوماتيكية، فهذه المنظومة مطلوبة، وهي تفيد من جهة أولى وأخيرة قضية الحدود والتحرك المباشر ضد الدرونات على وجه دقيق. إذا أمامنا هذا التمرير بالنسبة لكامل الصفقة بخصوص السخوي 57A اكسبورت، وأيضا بالنسبة للإليوشن 76 MD 190A و 350 صواريخ دفاع الجوي 350 تعزيزها لأنها موجودة أساسا. وأخيرا فإن هناك اعتبار خطير لطوس 2 أو هذه المنظومة الشديدة الفعالية والتي أحدثت فارقا حقيقيا في الصراع. هذا الذي يضعه الأمريكي الآن ضمن أساليب الضغط. لكن طوس موجودة في السعودية، وهناك ترخيص في هذا الشأن أيضا بالنسبة للأردن إلى آخره. معنى ذلك أن أسلحة روسية مرخص لها بتصنيع في دول في الشرق الأوسط، مما يجعل طوس المطلوبة من طرف الجزائر، والتي ستكون حاسمة في أي نزاع لأنها ساحبة وقوية للغاية ومؤثرة. إذا أمامنا هذه الأسلحة التي مررت بشكل عادي جدا بعد أن تحولت الجزائر إلى روسيا. من جهة أولى لأن لا الفرنسي ولا البريطاني ولا الأمريكي والأطراف الثلاثة لن تستطيع أن تستجيب لما يريده الجزائريون بالنسبة لترسانتهم ببساطة شديدة. فلذلك إمكانية السماح بهذا الشراء، ولأن أمريكا لا يجب بأي حال أن تنتفض لسلاح تعتبره أنه متجاوز، وإعلامها يؤكد أن أمريكا هذه الأسلحة المستخدمة كلها في حرب أوكرانيا بأنها من دون فعالية. فكيف يمكن إدارة حرب إعلامية للقول أن هذا السلاح الذي ينتقد يوميا في الصحافة الغربية يمكن أن يؤثر على موازين القوى، ما دام أن هناك من يتمسك بالأسلحة الغربية؟ وبالتالي فإن إدارة العملية إعلاميا أمر غير وارد، لأنه سيكشف الوجه الثاني للغرب. فإن كان قد أعد ما سمي بفعالية لهذا السلاح، فهذا الذي يجعل من تناقضه على صعيد الإعلام صعبا جدا. تمرير هذه الصفقات اليوم بين الجزائر وما بين موسكو ناتج عن ظرفية إقليمية دقيقة للغاية، وأيضا عن عدم إمكانية إدارة حرب نفسية أو إعلامية ضد الجزائر، انطلاقا من تصوير هذه الأسلحة بأنها مهمة. ثالث مسألة، لماذا الأسد الأفريقي؟ ما دام أن هناك أداء عالي للسلاح الغربي في مقابل روسيا وفي مقابل هذا السلاح، يعني أن هناك ضرب لماهية الأسد الأفريقي وهذه المناورات، أيضا ضرب لكل البروباغندا الغربية المبنية على عدم فعالية السلاح الروسي. كل هذا قد تعكسه أي حرب إعلامية ضد الجزائر. لذلك تم وبقرار نهائي تجاوز قضية هذه الصفقة، وهذه الصفقة مررت، والآن قانونيا فهي لطالب مجهول لدولة مجهولة، وبالتالي فاليوم هي معلومة ومجهولة قانونيا. وبالتالي فإن الكونغرس ليس لديه الأساس القانوني لأي إجراء من جهة،
وثانيا عدم إمكانية حرب إعلامية ضد الجزائر، لأن هذا سيقوي مرة أخرى السلاح الروسي في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية، وهذا الذي لا يجب أن يكون. وبالتالي فكل ما يريده الأمريكيون الآن الصمت المطبق على صفقة السخوي 57 وعلى الصواريخ 350 وأيضا على الفرقاطة القادمة والتي سيكون لها تأثير. إذا هكذا يمكن القول أن تمرير الصفقة جاء مناسبا ودقيقا وفي ظروف والسياق يسمح بمثل هذه القفزات والطفرات على صعيد أولا الجيل الخامس من جهة، وهناك حالة استثنائية وغريبة للغاية، أن السخوي 35 التي أعادتها إيران إلى روسيا يحتمل أن تكون إلى جانب السخوي 57 باتجاه الجزائر. وهذا هو الشيء الذي سرب من المحادثات الجولة السابعة من المحادثات التي تأكد معها إمكانية التحاق السخوي 35 مع السخوي 30 والسخوي 57 في هيكلية جوية هامة يسهل معها بناء قوة هجومية تريدها الجزائر لنفسها وأيضا لصالح الإقليم، لأن من المهم أن نعرف تكلفة التطورات الأخيرة في الساحل في دول الساحل، لأن مثل هذه الإجراءات اليوم هي إجراءات متقدمة إلى أبعد حد، ولا بد من بناء قوة الجيل الخامس لا على صعيد الطيران ولا أيضا على صعيد الدفاعات الجوية، لأن هذا هو أهم ما يريده الروس في هذه المرحلة. فالأمريكيون لا يستطيعون عمل شيء الآن، والروس يريدون ذلك وبكل حماسة، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا البرامج النووية. وهنا لا بد من التذكير بشيء، إن السماح للجزائر بالجيل الخامس قد يعطل من جهة أخرى أكثر من مشروع سيكون له الأثر الاستراتيجي ما بين موسكو وبين الجزائر العاصمة، وهذا يجعلنا أمام إمكانية تجاوز قضية نقل تكنولوجيا الطاقة النووية إلى الجزائر لسبب رئيس، لأن الجزائر ستكون قد تحصلت على تقنيات متقدمة وعلى أجيال متقدمة على صعيد الطيران والدفاعات الجوية وغيرها، وهذا الذي لا يمنحها الفرصة في الانتقال إلى برنامج عسكري نووي. إذا كل هذا تعمل عليه أمريكا من أجل تمرير هذه الصفقات، فأمريكا اليوم تساعد على تمرير هذه الصفقات لأن البديل سيكون أصعب على إدارتها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.